يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة أطعم عيش بالردة، ممكن تجربوه. يكفي بس ريحة الخبز في البيت ويطلع لك عيش منفوخ وطعمه أحلى بكتير من الجاهز. كلها بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. والأهم من ده كله، هنخبزه من غير مطرحة ويطلع منفوخ وزي الفل. مكونات عبارة عن خميرة، سكر، ملح، مية دافية للعجن، ودقيق، القمح الكامل زي ما احنا شايفينه كده، اللي هو الدقيق الاسمر. وهقول لكم دلوقتي بديل الدقيق الاسمر بيبقى ايه. ده بيكون شكله، بيكون كده فيه ردة من جواه لو احنا شايفينه. هنبتدي نجيب بولة وننزل بكيلو دقيق، وباكو خميرة فورية، يعني حوالي معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة ملح بس ممسوح، يعني معلقة كبيرة ملح ممسوح. ونقلب الكلام ده كله كويس جدا. وبعدها نبتدي ننزل بالمية واحدة واحدة. ما تقولوش ان انا نزلت في الاول كتير، لا، هي لسه هتحتاج ميه كتير، لان مش زي المخبوزات العاديه، احنا عايزينها بتبقى العجينه سايبه شويه. طب احنا ما عندناش الدقيق الاسمر، هنعمل ايه؟ هنبتدي نجيب دقيق ابيض وننزل عليها شويه رد. بس الدقيق ده موجود في كل حته، دوري عليه هتلاقيه تحفه. قلبي حلو جدا. يلا بينا نعجن بايدينا، شايفينها سايبه ازاي؟ لو حسيتي ان هي ثابت جدا منك، نزلي شويه دقيق ابيض عادي، مفيش مشكله. بس افضلي اعجني فيه لحد ما تحسي ان القوام عامل كده. مجرد ما تمسكيه بايدك، العجينه مش بتطلع كلها في ايدك، بتلزق، بس مش كميه كتيره في ايدك، يعني مش الكميه كلها اللي انت كنتي ماسكاها. تمام. بعد ما تتعجن حلو والقوام اللي احنا شفناه، نبتدي نحط شويه دقيق على الوش كده عشان وشه ما ينشفش مننا، ونبتدي نغطيها ونستنى لحد ما يتضاعف حجمها. في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنبتدي نجيب صينيه ونجيب شويه رده زي ما احنا شايفينها كده. ده بيكون شكلها اللي هي بتاعت شوي السمك. عايزاها ناعمة خشنة، المتاحة عندك، بس يفضل تكون الناعمة طبعا. ونبتدي نرشها على الصينية كده. وبعد العجينة ما خمرت معانا، ما شاء الله خمرت وبقت زي الفل، هنبتدي نحط ايدينا شوية في الدقيق كده، وبالايد التانية نبتدي ان احنا نقطع العجين عشان ما تلزقش في ايدينا. ايد بتطلع العجين والايد التانية فيها الدقيق. تمام كده. ونبتدي نسويها في الصواني كده، وخدي مسافة عشان لسه هيختمر. والحجم اللي انت عايزاه بقى، عايزاه كبير عايزاه صغير، انت بتشكلي الحجم اللي انت عايزاه بايدك. يعني كل ما بتكبري حجم العجينة نفسها، ده الرغيف بيكبر فيها. كل ما بتصغريها كل ما الرغيف بيبقى اصغر شوية. فخليها اصغر شوية عشان يبقى اسهل لك. الكيلو دي عمل حوالي 35 قطعة زي ما احنا شايفينها كده. 4 صواني 35 رغيف، هيبقى زي الفل. طبعا عاملة فيها كبير وصغير، يعني ممكن لو انت عايزاها كلها مقاس واحد ممكن تطلع لك كمية اكبر من كده كمان. هيكون معانا الردة والدقيق، هنحتاجهم دلوقتي وهنقول هنعمل بيهم ايه. اول حاجة هنبتدي نجيب شوية ردة على الوش كده، على وش الرخامة. وبعدها هنبتدي نجيب قطعة عجينة، طبعا بعد ما سيبناها ارتاحت. وبعدين هنبتدي نرش رشة دقيق خفيفة من على الوش كده، واضغطي بايدك كده، حاسة ان في حتة بتلزق، ابتدي حط لها شوية دقيق، بس ما تكتروش قوي. ونحاول ان احنا نبدر النشابة اللي معانا بشوية دقيق، وواحدة واحدة كده وانت بتضغطي ما تخرجيش الهواء اللي فيها. يعني احنا عايزين العيش اللي احنا بنعمله يبقى لسه برضو محافظ على الخميرة اللي فيها، او الهواء اللي فيه. واحدة واحدة كده نبتدي ان احنا نشيل الرغيف، وخليه حجمه صغير كده زي ما احنا عاملينه. وحاولي نزلي الردة اللي احنا عملناها من تحت عشان ما يبقاش واخد كتير ويتحرق مننا. ده بيكون شكله.
نعمل واحد كمان. هنبتدي ناخد قطعة عجينة ونرش في الأول شوية ردة، وبعد كده نبتدي نفرد العجينة زي ما احنا شايفينها كده. ولو حاسين ان هي بتلزق يبقى رشة دقيق خفيفة خالص زي ما احنا شايفينها كده، ونعملها بالنشابة بالراحة خالص وما نخرجش منها الهواء. ونبتدي واحدة واحدة ان احنا نرفعها كده بالشكل ده. في الوقت ده بننزل الردة عشان ما تتحرقش مننا، يعني اي ردة زيادة بتبتدي تقع بالحركة دي. تمام كده، وده كده معانا بيكون شكلها. عايزين ندهن وشها بقى عشان ما يبقاش الدقيق مخلي وشها مش حلو. هنبتدي نحط عليها مية وزيت، ونبتدي بعد ما نسيبها تختمر حلو نبتدي نحطها على النار من فوق تتشمع، وبعدها اول ما تتشمع ننزلها تحت الشواية وتبتدي تنفخ معانا زي ما احنا شايفينها كده. بس اهم حاجة بعد ما تخلصيها ابتدي سيبيها تهدى شوية كده، وبعد كده ابتدي سوي، يعني سيبيها تختمر برضو شوية او ترتاح شوية. تمام زي ما احنا شايفينها كده، ما بتاخدش وقت خالص على النار، يا دوب مجرد ما بتشم النار من تحت وتتشمع اخدها على طول وعلى الشواية من تحت تبتدي تنفخ معانا وتبقى زي الفل. تمام، ده كده شكلها. ايه رأيكم بعد ما استوى؟ حاجة كده تحفة، منفوخ وطالع زي الفل. انا كده عملت شكلت العجين زي ما احنا شايفينه كده، بسيبه يرتاح بس. مجرد ما ارتاح ببتدي بالبخاخة كده مية وزيت، وبعد كده على طول اسويه من فوق وانزله على الشوايه زي ما احنا شايفين. ما بياخدش وقت خالص، كله طالع منفوخ وزي الفل زي ما احنا شايفينه كده. ايه رأيكم في شكله؟ حاجة كده تحفة. ريحة الخبز في البيت تحفة، سهلة بسيطة، لا محتاج مطرحة ولا محتاج فرن بلدي زي ما احنا بنبقى خايفين، مش محتاج اي حاجة خالص. يا دوب بس محتاج صبر شوية بس ان انتي بتخمريه، وبعد ما تشكليه تسيبيه يرتاح وعلى طول بتبتدي تسوي. ايه رأيكم في شكلها؟ ممكن تحطي كذا واحدة في صينية وتبتدي تسوي على طول. تعالوا كده نشوفه من جوه عامل ازاي. العيش منفوخ زي ما احنا شايفينه كده وطري جدا ما شاء الله، حاجة كده تحفة. تعالوا نشوفه كده من جوه، لسه طالع من الفرن وطازة تحفة، طري، لقمة نظيفة، حاجة كده ما حصلتش. يعني زي ما شفتوا مفيش اسهل من كده، العيش طالع طري وريحته قلب البيت. يعني لو بتخافي من الخبز لا جربي وتعلمي، وهتطلع معاكي تحفة من أول مرة بإذن الله. جربيها ومش هتندمي، وإن شاء الله هتطلع معاكي زي الفل. أتمنى تجربوها بصحة وعافية للي جربها. أتمنى لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.